فيليب كوتلر ده كان كاتب كتاب اسمه ماركتينج 04 بيتكلم عن الترانزيشن من التراديشنال ماركتينج انتو ديجيتال ماركتينج. التراديشنال ماركتينج هو اي حاجه كانت بتتعمل قبل الديجيتال. الديجيتال ده اللي هو الموبايل. اوكي، عمو فيليب كوتلر ده كان بيتكلم امتى استخدم تراديشنال ماركتينج وامتى استخدم ديجيتال ماركتينج. عمل تشارت كده وقال لك العميل بيمر بكذا مرحله عشان يشتري. اول اوبجيكتيف ان انا يحصل اويرنس، الناس تعرفني. بعد الاويرنس ايه اللي المفروض يحصل؟ كونسيدريشن. الكونسيدريشن ده اللي هو الراجل ياخد البرودكت بتاعي في عين الاعتبار بالبلدي كده. يعني انا ممكن افكر ان انا اشتري كاراتيه، بعد ما ممكن ان هو يفكر ان هو يشتري كاراتيه ايه اللي ممكن يحصل؟ يشتري او لا، صح؟ وده اسمه اكشن. بعد ما الاكشن كده اشترى وعمل السيلز، صح؟ والشركه كسبت، صح؟ القصه خلصت ولا لا بتاعت الماركتينج؟ لسه. ليه؟ لان في ادفوكيشن، لازم يادفوكيت ولازم يريكومند البرودكت بتاعي لحته ثانيه. عمو فيليب كوتلر قال ايه بقى؟ نرجع تاني للراجل ابو شعر ابيض. قال انت لو عايز يا جماعه تقول للناس ان في برودكت اسمه كاراتيه استخدم تراديشنال. ليه بقى؟ لان بيقول لك ان التراديشنال ماركتنج ده بيوصل لماس اودينس. لو انا حطيت يافطه على كوبري اكتوبر او على طريق السويس، كم واحد هيشوفها؟ 500,000 عربيه في اليوم تقريبا. 500,000 عربيه في اليوم، ده يعني 15 مليون عربيه في الشهر. 15 مليون بني ادم دول انا هعرف بيه حاجه واحده بس، اللي هو ايه؟ المنتج. طيب لما اسمع في الراديو تاني ايه اللي بيحصل؟ بيحصل برضو اويرنس، خلي بالكم، وبتزيد بقى لان المسج از ريبيتد. فاهمين قصدي؟ وبعد كده يحصل كونسيدريشن. برضو بيقول لك ان الكونسيدريشن ده بيجي منين؟ من التراديشنال. انت الناس بتاخد اكشن اون ديجيتال. الاكشن ده it could be like, it could be share, it could be order now, it could be حاجات كتيره قوي، صح؟ وبعد كده الادفوكيشن دي لما جرب المنتج ويعجبني. فبيقول لك اذا كان انت الماركتنج اوبجيكتيف بتاعتك راحه ان انت تعمل براند اويرنس، فيو هاف تو ان انت تو يوز التراديشنال ماركتنج. لو انت الاوبجيكتيف بتاعك ان انت تعمل اكشن وتعمل ليد جنريشن او تخلي الناس تشتري، يبقى يو هاف تو يوز ديجيتال.